السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة معايا فيديو حلو جدا، انا متأكدة انه هيعجبك خالص. داخلة كده بالصينية بتاعتي كالعادة، معايا بطاطس وبصل وليمون وفلفل، ومعايا فرخة غسلاها حلو جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو هيعجبك خالص. هنعمل صينية النهاردة كده محترمة، حاجة كده تشرفك لو عندك ضيوف ولا حاجة، أو كمان في العزومات هتبقى حلوة جدا جدا. خليكي معايا لآخر الفيديو. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان أي حاجة جديدة توصلك على طول. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف معانا ايه النهاردة. أول حاجة زي ما قلت لكم إن أنا معايا فرخة كده غسلاها حلو جدا، وعاملة لها نقعاها يعني في محلول وكده، والفرخة نظيفة وزي الفل. وبعد كده جبت معايا بطاطس وبصل، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا توم، ومعايا ليمون. يلا بينا بقى نقشر الكلام ده كده كله في البداية، وبعد كده نغسلهم غسلة نظيفة ونيجي بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. ده يا دوبك تجهيزات كده. يا دوبك غسلت الفرخة كده وركنتها على جنب، وبعد كده بقى هجيب بقى ايه، اجهز بقى كده البطاطس هقشرها، والبصل هقشره، والفلفل كمان كده هنضفه، والثوم هقشره زي ما انتم شايفين قدامكم كده بقشر الثوم دلوقتي. دي كلها كده تجهيزات علشان أبدأ الفيديو. نجهز كده مع بعض وخلاص. خلاص قربنا نخلص. نغسل بقى الكلام ده ونيجي بقى نشوف هنعمل ايه. كنت عطشانة معلش. الجو حر نار، الجو اصلا مش عارفة، مش مظبوط كده، شوية برد شوية حر. يلا الله المستعان. ايوه كده نقشر بقى كام فص توم كده. انا بفضل التوم اللي هو الفريش ده عن التوم البودر. ايوه كده نقشر كده البطاطس كده ونجهز بقى للصينية بتاعتنا النهاردة. صينية حلوة جدا وهتعجبك خالص. وحاجات يعني ايه، يعني مش هتشتري من بره برضو، يعني حاجات كتيرة وكده. النور كان قاطع، كان لسه يا دوبك جاي. نجيب بقى الكبة كده ونبدأ على طول ان احنا نقطع فيها البصل. عايزة البصل يكون مفروم شوية، يعني ما تقطعهوش بايديكي، لا عايزاه يكون مفروم قوي قوي كده، لدرجة ان هو ينزل مية. ومعايا كمان كام قرن كده من الفلفل زي ما قلت لكم، ومعايا ليمونتين هبدأ ان انا اعصرهم برضو كده عليهم. ونروح بقى على الكبة، وكمان نخلط بقى الكلام ده كويس قوي. زي ما قلت لكم عايزة البصل يكون مفروم قوي، يعني زيادة عن اللزوم، ما يكونش مقطع او مثلا الخرط بتاعته كبيرة. لا عايزاه يكون مفروم قوي لدرجة انه ينزل معاك المية بتاعته والعصارة بتاعته. هبدأ كده ان انا اقلب على طول. كنت ناسية التوم، فهحطه بقى على طول كده ايه، على البصل وعلى الليمون وعلى الفلفل الاخضر. هضرب كده في الكبة، ولو حاجة طلعت في الطروف هنزلها كده بالمعلقة علشان كله يتفرم حلو معايا. بس كده فرمناهم حلو قوي. هنيجي بقى ننزلهم دلوقتي كده على طول في الصينية اهو. شفتي قد ايه مفروم ناعم قوي؟ ماهوش باين اصلا حاجة، لا التوم ولا الفلفل ولا كده، كله مفروم جامد قوي. هنزل عليه بقى كده شوية من الفلفل الاسود، وهملحه بقى، احط له الملح بتاعه، وانزل عليه بهارات من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. بهارات دي بقى بتشمل كل حاجة، فيها انواع كتيرة جدا من التوابل، وشوية من الزعفران عشان نتبل الفراخ، واحدة كده من مرقة الدجاج برضو. وهقلب الكلام ده كده مع بعض، وهحط حبة من الحبهان برضو، وهقلب بقى التتبيلة دي كده معايا. برضو لو حسيت ان هي محتاجة شوية عشان اعزز اللون شوية، هحط لها كمان شوية من الزعفران عشان يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. دي حاجة بقى كده، حاجات في البيت، يعني مثلا لا هتشتري زبادي بقى، ولا هتشتري حاجة، ولا لبن، ولا فاهمة انتي، عشان تتبلي الفراخ. شوفي بقى، اعملي لي بقى، اعملي التتبيلة دي للفراخ، وبقولي لي عليها بقى حاجة كده تحفة. بصي قد ايه الفرخة نظيفة ومتبلة كده حلو، ونضيفة كده ومغسولة حلو. نبدأ بقى ان احنا نتبلها بقى دلوقتي ونسيبها بقى على جنب، ونجيب الخضار اللي احنا لسه مقشرينه دلوقتي. هنجيب البطاطس بقى نقطعها. ايوه كده. هنبدأ على طول ان احنا نقطع بقى البطاطس دي كده ونقلبها فيه. لو مش عايزة تحطي بطاطس او اي نوع خضار ما تحطيش، ممكن تعملي الفرخة كده وتتبليها وتحطها في الصينية من غير اي حاجة خالص، وتدخلها الفرن، هتبقى زي العسل. بس انا عشان ما كنتش عاملة اي حاجة جنبيها تانية، فزودت الخضار علشان يعني ايه، ناكل بيه يبقى جنب الرز وكده.
قرنين من الشطة بقى كده يدوا ريحة ويدوا كمان طعم حلو وشكل كمان. كنت نسيت الحبهان والورق اللورا، فهحط كده عشان يديني ريحة حلوة. وبعد كده هغطي بقى كده بورقة من الزبدة، وهغطي كمان بورقة من الفويل. هغطي بقى كويس كده من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص، هي هتنزل الميه اللي فيها شويه. انا كنت سبتها بقى كده شويه، وبعد كده دخلتها بقى الفرن قرب الغدا. سبتها تتبل شويه كده، وبعد كده بقى ايه ولعت الفرن وحطيتها على طول. معايا بقى حله تانية كده هنزل فيها بقى شويه من الزيت. الازازه ما كانتش راضيه تتفتح. هنزل بقى كده فيها شويه من الزيت، ومعايا كمان بصل برضو. انا فرماه برضو في الكبه، هنزله كده على طول في الزيت اهو. وهبدا ان انا اشوح فيه. مش عايزاه يكون متحمر قوي زيادة عن اللزوم، يعني يا دوبك ايه البصلة تصفر كده معايا وخلاص. ايوه كده هبدأ بقى ان انا اقلب كده على طول. ومعايا رز غسلاه، غسلة نظيفة، رز مصر عادي، مش هنشتري برضو رز بسمتي من بره ولا حاجة خالص. هننزل بقى دلوقتي ايه على البصل واحدة كده من اللومي، وحبيت يعني فرع حتة صغيرة كده من القرفة، وفلفل اسود بقى وكاري وكركم، وشوية من البهارات برضو اللي احنا عملناها مع بعض، وواحدة واتنين من مرقة الدجاج. هننزل ايه على البصل؟ هننزل كاري وكركم وفلفل اسود وبهارات من اللي احنا عاملينها مع بعض، وقرفة وواحدة من اللومي. وهبدأ ان انا بقى كده ايه افضل اقلب بقى كده فيها. وكمان هحط حبهان وهحط ورق لورا. وهقلب بقى الكلام ده كده وشم الريحة بقى حاجة تحفة بجد. بصراحة الريحة كانت في الوقت ده حاجة تحفة. لما بتنزلي كده البهارات على البصل حاجة كده تحفة بصراحة. هفضي بقى دلوقتي كده، هنزل عليها المية على قد مقدار الرز اللي معاكي بالظبط. وهملح بقى دلوقتي كده هحيق الأكل بتاعي. فضيت المية طبعا زي ما قلتلك على قد مقدار الرز اللي معاكي. وبعد كده احيقيه بقى بالملح، وساعة ما المية تغلى على طول نزلي فيها الرز. حسيت ان هي لسه محتاجة مية تاني حطي برضو، وعيد الرز بتاعك مظبوط. ودوقي برضو، حاسة ان هي عايزة ملح حطي، مش محتاجة خلاص. هغطي بقى عليها دلوقتي كده لحد اما تتشرب خالص، وقرب ما تيجي تتشرب كده هقوم جايه مقلبها وعاطيلها تقليبه، وهغطي عليها بقى وهدي عليها النار واسيبها لما تستوي بقى براحتها. كانت خلاص كان قرب يتشرب، دلوقتي هقلبه كده وههدي عليه النار شويه. وبعد كده بقى هغطي عليه واسيبه لما يتردد خالص ويتلد. ايوه كده. معايا بقى حله تانية، يلا بقى نعمل حاجه حلوه بقى، يعني عملنا الغدا كده. وبعد كده بقى نعمل حاجه حلوه كده ايه. ناكلها بقى بالليل، ناكلها بعد الغدا، زي ما نحب. معايا كده حلة فاضية خالص. ومعايا كيلو ونص من اللبن. هنزل عليه كمان يجي نص لتر من المية. ايوه كده، وهنزل عليه بقى بالسكر. السكر ده حسب رغبتك انتي. حطي سكر وقلبي ودوقي وشوفي، لو محتاجة تاني تمام، مش محتاجة خلاص، على حسب ما انتي بتحبي الحلويات طعمها ايه. بتحبها مسكرة قوي، بتحبها لا يعني نص نص كده، يعني زي ما انت عاوزة. ومعايا بقى كاستر، كلاتنا عارفين اللي بيجي من السوبر ماركت ده. معايا علبة من الكاستر. جبت كده شوية من المية وهنزل عليهم 10 معالق من الكاستر. وهبدأ ان انا اقلب فيهم كده قبل ما اللبن والمية اللي على النار يغلوا. هحط كمان كده معلقتين. حسيت ان هو برضو خفيف شوية لسه محتاج. وهبدأ ان انا اقلب. ما تحطيش الكاستر على طول على اللبن والمية اللي انا بقلب فيهم دولت، ما تحطيش على طول فيهم. علشان ما يكتلش ويكلكع معاكي. لازم تحطهم كده في شوية من المية او شوية من اللبن، في حاجة خارجية كده. وتقلبي فيهم علشان تخليهم يدوبوا كده خالص. دلوقتي انا معايا حطيت كيلو ونص من اللبن في الحلة على النار. وحطيت عليهم كمان نص لتر من المية. وسبتهم لما يغلوا زي ما انتوا شايفين كده. وجبت معايا بولة تانية حطيت فيها شوية من المية او شوية من اللبن. وفضيت فيهم 12 معلقة من الكاستر. وبعد كده هقلبهم بقى اول ما اللي في الحلة يغلي على طول. هبدأ على طول انزل، والمضرب في ايديا ما تسكتيش. على طول بالمضرب كده، وتفضلي تقلبي لحد اما عشان ما يكتلش معاكي ويبقى كتل كده ويبقى يديكي نتيجة وحشة خالص.
بالمضرب كده على طول، ولازم يبقى بالسمك ده. بُصّي، هو السُمك ده كده حلو جدًا، جدًا، حاجة كده هتبقى معاكِ مضبوطة، لا هتبقى مثلًا تقيلة أوي تقطّعي منها بالمعلقة ولا خفيف مَيّة، هو ده كده المقدار المضبوط. هنحطه كده وهننزّل عليه بقى جوزة الهند وهننزّل عليه الزبيب، عندِك أي مكسّرات عايزة تحطّي تانية، بس إحنا خير الأمور الوسط، يعني حاجة كده على قدّنا. و هنسيبه كده برّه التلاجة لمّا يبرد خالص، وبعد كده هندخّله بقى في التلاجة وألف هنا وشفا، ساعتين ممكن تاكلي منه لمّا يبرد كده ويبقى حلو. هننزّل كده جوزة الهند أهو، وبعد كده هننزّل عليه بقى الزبيب. إحنا بنعشق الكاستر ده. هنبقى نعمل المهلبية برضه مع بعض كده، هنعمل المهلبية في طواجن وندخّلها الفرن، وهنعملها في أطباق كده زي الكاستر برضه، بتبقى حلوة أوي برضه. بس كده، خلّصنا الكاستر، ما بياخدش لحظات وأنتِ واقفة أصلًا على طول. الله عليه. كان الرز بتاعي استوى وكانت الفراخ كمان استوت وادتني اللون الحلو ده، سبتها في الفرن لما استوت خالص، وبعد كده بقى شلت الفويل من عليها وخليتها تاخد وش من فوق. دلوقتي بقى كده هننزل الرز اهو. الله، والله العظيم الرز اصفر خالص، انا مش عارفه الكاميرا ظلمها اصلا، لان انا اصلا كنت فاتحه الشباك برضو بتاع المطبخ كده، فالإضاءة مش مظبطة، بس الرز أصفر خالص خالص يعني. شفت الرز البسمتي، حاجة كده تحفة بصراحة. بس كده هنزل بقى كده عليه الفرخة، وهنزل كده البطاطس كمان، لا مهرية ولا حاجة، مستوية ودايبة، بس مش مهرية ومكسرة. تمام. وشوية بقى كده من الكزبرة أو البقدونس كده نظبط الشكل كده، ونديله منظر حلو. وخلصنا الغدا وخلصنا عملنا حاجة حلوة، وندوق بقى. ابن عم قال له انا عايزه اجي ادوق معاك، قلت له لا ما انتش جاي. مش هتيجي. ايوه كده، شوف الفراخ قد ايه مستويه وحلوه، والرز كان طعمه حلو قوي، البطاطس اصلا متبله والحدق بتاعها مظبوط، حاجه كده تحفه بصراحه. الف هنا وشفا، جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. جربي الفراخ بالتتبيله دي، لا تحطي لبن ولا تحطي زبادي ولا تكلفي كتير، اعتمديها والله العظيم، الفراخ بالطريقه دي هتعجبك جدا 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 كمان. وعملنا الحلو وعملنا الغدا. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت بقى الفيديو لو عجبك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.